بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هنتكلم النهاردة على غازات المهبل. طبعا هي حالة صحية شائعة ولا تشير إلى إصابة بأي مشكلة خطيرة إلا نادرا جدا، وتتردد وتتحرج النساء في الحديث عنها، وتحدث للعذارى وتحدث للمتزوجات، ولا تؤثر على غشاء البكارة ولا تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة. المهبل عبارة عن عضو مجوف تحيط به عضلات، كما تغلق فتحته السفلى بعضلات. ومن الطبيعي وجود هواء داخل ثنايا الجدار الأمامي والخلفي والثنايا أعلى المهبل حول عنق الرحم، ولكن عندما تزيد كمية الهواء فينحبس الهواء في المهبل وتكون فقاقيع أو جيب من الهواء، ويصبح مثل البالون، ثم يخرج ببطء أو يخرج فجأة. وعند خروج الهواء يسمع صوت اهتزاز جدران المهبل بالهواء المحبوس الخارج، وهو الصوت يشبه صوت غازات البطن ولكن ليس له رائحة، وهو يدل على أن عضلات المهبل غير مرتخية أو متدلية. وأيضا عند خروجه الهواء فجأة يكون محسوس. بيعتمد الصوت على صوت الغازات المهبلية على كمية الهواء المحبوس، كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، قوة الخروج للهواء شديدة أو متوسطة أو بسيطة، وحجم فتحة الخروج هي حجم فتحة المهبل السفلى برضو ضيقة أو متوسطة أو واسعة. نسبة حدوثه يقال إنها 20% من السيدات. ممكن واحدة تشتكي إن ده بيحصل عدة مرات في الأسبوع، وواحدة بتشتكي إن ده بيحصل عدة مرات في اليوم. فما هي أسبابه؟ طبعا التفسير الدقيق غير واضح، ولكن يوجد نظريات. منها: 1. العلاقة الزوجية أثناء فترة الإثارة يزيد قطر وعرض المهبل 3 أضعاف، فيتمدد ويدخل الهواء داخله. أثناء حركة الذهاب والإياب للعضو الذكري بتشد عضلات فتحة المهبل عليه، فبيعمل على نفخ المهبل مع هذه الحركة، خاصة في أوضاع معينة أثناء الجماع، ومع إدخال وإخراج كامل ثم إدخال مرة أخرى عدة مرات، ده بيزود هذا الكلام. عند حدوث هزة الجماع وفور حدوث ارتخاء العضلات يخرج الهواء على هيئة فقاعات. كمان عند انتهاء الجماع خروج العضو الذكري يقل الضغط، فيخرج الهواء مندفعا من المهبل بقوة، مسببا صوت غريب. تاني حاجة في كشف عند طبيب النساء: أول حاجة بإدخال الإصبع أو إدخال منظار مهبلي أو إدخال السونار المهبلي من المهبل، فيسمح بالهواء بالدخول، فينضغط الهواء داخل المهبل، وعند إخراج الإصبع أو المنظار أو السونار يخرج الهواء بصوت مسموع. ثالث حاجة استخدام المنتجات النسائية، منها التامبون اللي هي السدادات القطنية أو كأس الحيض، بيعمل على انحشار الهواء داخل المهبل فوق هذه الحاجات عند إدخال هذه المنتجات، وعند إخراجها يخرج الهواء بصوت مسموع. أيضا عند استخدام غسول فرج ممكن يحدث ذلك. ثالث حاجة أو رابع حاجة الرياضة. بتعتمد الرياضة على فتح القدمين وإغلاقهما أو أثناء أداء الصلاة أو السعال، فبيسمح بتوسع المهبل من أعلى وانقباض في فتحة المدخل من أسفل، فيما يؤدي إلى احتباس الهواء داخل المهبل ويصبح المهبل مثل البالون. وتاني حاجة تمارين الاستطالة أو رياضة اليوجا، ده بيعمل استرخاء في عضلات المهبل، فبيسمح بدخول الهواء داخل المهبل بسهولة.
كمان لو عندنا مشاكل في منطقة الحوض، المشاكل دي بتبقى سلس بولي، سلس برازي، وتدلي أو هبوط أعضاء الحوض، أو رابع حاجة ضعف عضلات الحوض، مما يجعلها غير قادرة على حجز أي هواء، فالهواء بيخش بسهولة وبيخرج بصوت. ضعف عضلات الحوض بتبقى موجودة مع سن الياس، بيحصل ضمور في العضلات فبتضعف. مع الحمل نتيجة هرمون البروجسترون وتقدم الحمل برضو بيحصل ارتخاء في العضلات موجود. بعد الولادة الطبيعي بيحصل ضعف في العضلات، وتمزقات الولادة برضو بتخلي العضلات الحوض ضعيفة. وفي أسباب أخرى كثيرة. في أسباب أخرى بسيطة كده، هو الاستحمام في المسبح أو البحر أو في حوض الاستحمام، برضو بيدخل الهواء مع المية. كمان أثناء الحيض لما بينتفخ عنق الرحم ليطرد الدم، فبيدي فرصة لدخول الهواء إلى المهبل أثناء الأنشطة اليومية. الحاجة الأخيرة وهي اللي بتحتاج علاج دايما، اللي هو الناصور المهبلي، وهو عبارة عن مجرى مجوف غير طبيعي بين فتحة المهبل وفتحة أخرى لعضو آخر في الحوض. بتبقى أنواعه، في ناصور مساني مهبلي بين المثانة والمهبل، في ناصور حالبي مهبلي بين الحالب والمهبل، في ناصور معوي مهبلي بين الأمعاء الدقيقة والمهبل، في ناصور قولون مهبلي بين القولون والمهبل، في ناصور شرجي مهبلي بين الشرج والمهبل. أسبابه طبعا بتبقى غالبا بعد جراحة في الحوض، أو بعد ولادة قيصرية، أو ممكن طبيعية، بعد أخذ علاج إشعاعي في بعض الأمراض زي أمراض شائعة موجودة زي كرونز. طبعا بينتج عن هذا الناصور رائحة كريهة وقوية، ممكن يبقى معاه إفرازات مهبلية، وبيحصل التهابات مسالك بولية أو التهابات، وبيحصل سلس بول وسلس براز وجنس مؤلم. طب احنا دلوقتي تزور الطبيب امتى؟ احنا قلنا الغازات المهبلية ده أمر طبيعي ونادرا ما يكون فيه مشكلة، فاحنا تروح امتى بقى السيدة للطبيب؟ لو حست ان الغازات دي في كل وقت، مش مع الجماع بس او الرياضة، الغازات مستمرة على طول، الرائحة كريهة جدا، معاها التهابات مهبلية، معاها سلس بول، معاها سلس براز، او ألم مع الجماع، دي تروح للطبيب. الطبيب هيعمل ايه؟ هيشخصها طبعا، بيسأل الأعراض كويس جدا، وبعدين بيشوف العلامات، بيعمل فحص شامل للمهبل، بيشوف هل في تدلي للأعضاء في الحوض، هل في ضعف في العضلات، هل في ناصور موجود، وعلى ذلك هيقرر هيعمل ايه. طبعا الوقاية لا يوجد طريقة للوقاية، لأنها عملية لا إرادية ولا يمكن السيطرة عليها أو الوقاية منها، حيث أنها تحدث طبيعي أثناء النشاط الجنسي أو الرياضة. ممكن مع نزود ان ندي نصايح عشان الموضوع ده ما يحصلش. اول حاجة بنقول ان احنا بنختار وضعيات جنسية ما تسببش هذه الغازات، العلاج يبقى ببطء والخروج ببطء، عدم ادخال واخراج العضو عدة مرات، بتتجنب السيدة استخدام التنبون او كاس الحيض وتلجأ للفوط الصحية العادية. بنقول لها تعمل تمارين كيجل، وهي تمارين لتقوية عضلات الحوض. ممكن تعمل تمارين في وضع القرفصاء تقوي برضو عضلات الحوض. العلاج بتاعنا طبعا العلاج، الغازات المهبلية العادية ليس لها علاج، قلنا الا طرق الوقاية والنصائح اللي فوق. تاني حاجة الحالات زي الناصور المهبلي دي بتحتاج لجراحة لتصليح الناصور وقفله. حالات اللي هو هبوط الرحم بتحتاج لعلاج برضو جراحي او طبي. حالات اللي هي ضعف في العضلات الحوض بتحتاج لتمارين جيجل وعلاجات اخرى. التهاب المهبل المزمن بنعمل له علاجات، وعلاج سلس البول وعلاج سلس البراز لهم علاج. وشكرا.